السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا حتى بالناس القدام اللي كيخليو لي التعاليق ديالهم زوينين. كنتمنى انني نكون خفيفه على قلوبكم. المهم البنات اليوم جيتكم فيديو جديد خفيف غير لقطات. غير قلت علاش لا ما نشاركش معكم مره هكا من اليوميات ديالنا وشنو كنوجدوا هكا الا كانوا جايين عندنا شي ضيوف ضياف كتار وشنو كنحضروا ليهم. قلت لا علاش لي ما نشاركهاش معكم. المهم كملوا الفيديو حتى الاخير، واللي اول مره كيزور القناه ديالي ما ينساش انه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد ديالي. وما تنساوش البنات تخليو لي واحد لايك في اخر الفيديو واحد تعليق زوين بحالكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. المهم ما نطولش عليكم الفيديو. المهم حنايا عند اختي داخلين عندها الجيران ديالها وهادو غدا الغد. هذاك الشيء علاش كنوجدوا اليوم في الليل كنوجدوا شحال من حاجه باش الغد الصباح يلا كنتكافاو هكا مع جميع الدار وهاد الجماعه عارفين. ولكن الحاجه اللي هي كتكون يعني كثيره اللهم احسن انها توجد قبل. المهم هنايا لمطنا انا واختي هنايا الصاله وفرشناها قديناها صافي. عمر قدنا الكيسان ديال الاتاي قديناهم هكا في الصواني على هذا الشكل. صافي غسلناهم ومسحناهم مزيان. صافي غطيناهم بهاد السريبتات على هذا الشكل، حطيناهم فوق الكوانات فوق الصاله باش غدا في الصباح يعني في الكاسكروط ولا هكا قبل نلقاو يعني الصواني موجودين بلا ما نبقاو عاد نجبدو. خصوصا ملي كيكونوا هكا الناس يعني شي شويه كتار يعني وكتكون الشقه وهذا راكم عارفين. يعني من الاحسن انك توجدي داكشي بكري باش يلا كتجلسي مع الناس شويه يعني كتاخدي وقتك. وهنايا كيف ما كتشوفوا هنايا راه البصله طيباتها لوسي كما اليوم بالليل والغد عاد غادي يجيو الناس. هنايا راه قردنا انا وياها البصله وقطعناها. المهم هنايا راه درت هكا طيب راكم كتشوفوا هنايا درت فيها الزبيب، درت القرفه، درت القرنفل، درت فيها الورد، درت العطريه، درت العطريه كامله صافي. ودرت السكر اولا السنينه. المهم اللي متواجد معكم ان شاء الله. هاد المره نوجد معكم الطريقه اللي كدير لوستي ديال التفايه بصراحه كتجي زوينه بزاف. صافي هنايا حيدناها علينا حتى هي كتشد الوقت. التفايه كتبغي هكا تحرك بزاف. صافي هذاك الشيء علاش حنايا البنات سبقناها كما اليوم باش كتاخذ الوقت ديالها كطيب على خاطرها. صافي يعني مع الجو شويه بارد يعني ما غادي تخسر ما حتى شي حاجه. صافي غادي تصبح هي هذيك. صافي هنا ما خصكمش ترصاو عليها البنات بالتحراك، ضروري خصك تبقى تحرك باش ما تلصقش. يعني كتبقاو تحركوا حتى كتبدا تعسل يعني وكتنجف من داك الماء عاد صافي راه كتكون ديك الساعه واجده. في هاد اللحظه هذه راه قريبه طيب، راه ما بقى ليها والو يعني قربت توجد. بصراحه هاد الطريقه البنات ديال التفايه كتصدق مع تبارك الله زوينه وكتجي بنينه. ان شاء الله هاد المره غادي نستعمل معكم الطريقه ديالها بالتدقيق. راه كنت غادي نصورها معكم ولكن كنت مشغوله في حاجه اخرى. هذاك الشيء علاش يعني ما لحقتش كيفاش نصور لكم المقادير وطريقه التحضير ديالها. المهم غير انني سولتها قالت لي بان دارت فيها كاع العطريه ودار السكر الورد حتى هو دكاتو هو والقرنفل حتى هما دارتهم. ودارت فيها القرفه، دارت سنيده. المهم حتى كتعسل صافي والزبيب كترميه معاها. وكميه ديال البصله على حسب يعني شحال عندكم ديال هكا ديال القصر. يعني تقدروا تقلوا تقدروا تكثروا، وحتى التوابل يعني تقدروا تضاعفوا المقادير اولا تنقصوها. صافي كتستمروا بالتحراك حتى كطيب على خاطرها. كيف ما قلت لكم حنا سبقناها يعني بليله صافي خليناها غطيناها في الطنجره وخليناها في الصباح غير نصبت لوسي غير البلول وفورات كسكسو. صافي يعني كان هذا واجد، كانت البصله موجوده. صافي هنايا بالنسبه للوز للتزيين راه حتى هو فزقنا ليه هكا الماء حتى طاب صافي. وكتدخلي عليه وكتخليه شويه حتى كيتنفخ يعني باش كيجي سهل باش تحيد ليه ديك القشره ديالها. صافي وفي الصباح عاد غادي نقليوه
غادي نقليوه كيف ما كتعرفوا ان اللوز كيتقلى في الزيت بارده، حيت الا درتوه يعني في الزيت وهي سخونه راه كيتحرق ديك الساعه. فيعني اللوز من احسن انه يدار في الزيت اللي هي بارده. صافي هنايا راه الدجاج، راه هنايا دابا الغد ديال الصباح طيبات لوزتي الدجاج. صافي هنايا دهنته بواحد شويه ديال الزبده ودرتو في الفران باش يتحمر، وسلقت البيض. صافي هنايا راه كسكسو طيبات ولوزتي. المهم انايا صورت معكم البنات غير لقطات كيف ما كتشوفوا، يعني ما كانش عندي الوقت باش غادي نصور لكم كلشي. هنايا راه كسكسو راه بدا كيطيب والناس راه جاو وبدينا كنحطوا الغدا. هنايا البنات راه درت كسكسو سميده ودرت ليه 4 تفورات، بصراحه جات غزاله جات رطبه هشيشه. صافي هنايا درنا 3 القصاري. هنا قبل ما دير الدجاج كيف ما كتشوفوا كتبلل، كدير البلول تحت من الدجاج. على هاد الطريقه هذه كدير واحد الحفيره وكتعمرها بالبلول. صافي كتبدا ترمي فيها هكا الطعام وموراها كتحط الدجاج على هذا الشكل. الدجاج دخلته للفران غير شويه، غير كياخذ اللون، يعني ماشي بزاف، ماشي بحال الدجاج المحمر، غير شويه. صافي كتحط هكا الفروج وكتحط فوق منه البصله. صافي هنايا فهاد اللحظه راه كنعطينا الغسيل للناس. صافي كنوجدو هكا في الطوابل. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا راه دارت اللوز ودارت اللوز غير للتزيين، يعني الكميه اللي بغيتو، والبيض حتى هو للتزيين يعني كيبقى اختياري. وكاين اللي كيدير حتى القرعه الحمراء معاها. المهم حنايا ما درناهاش، اكتفينا غير هكا بالدفايه. صافي بعد ما تغداو دابا غادي نحطين عليهم كسكروط. المهم كسكروط خفيف، نتوما عارفين يعني كسكسو يعني الا كليتي هكا كتخليك منفوخه. درنا هكا غير كسكروط خفيف هكا وتجمعنا شويه وضحكنا. المهم دازت واحد النهار اللي هو زوين. هذه بسبوسه صايبتها مرات لوز اختي، وكيكه صايبتها انايا. صافي وكيكه واحده اخرى صايبتها مرات لوز اختي. صافي هنايا اختي راه عمرات اتاي دابا كتراجع فيه. وهذا هو النهار ديالنا من الصباح حتى العشيه. المهم غير مقتطفات غير قبلوا عليا وصافي، ولكن قلت علاش لا لي ما نشاركش معكم واخا غير لقطات من هذا الفيديو هذا القصير. وصافي هاد الكيكه حتى هي صيبتها مرات لوس اختي. وهاد المخامر جابتهم بنت خال لوسي، الله يعطيها الخير، ردوا على بساعة الخير ان شاء الله. وكنكون وصلنا البنات لاخر الفيديو. اللي اول مره كيزور القناه ديالي ما ينساش انه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يبقى يوصلو كل جديد ديالي. واللي يعجبو الفيديو ما ينساش يخلي واحد لايك وواحد تعليق زوين بحالكم. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.